السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعطيكم طريقة عمل البزين بطريقة سهلة ومبسطة. البزين يعتبر من أشهر الأكلات الموجودة في ليبيا. طبعا طريقة تحضيره يختلف من مدينة لمدينة ومن بيت لبيت. نشوف المقادير مع بعض. نحتاج للحم، أنا استخدمت اللحم الخروف. طبعا بإمكانكم تستخدموا اللحم المتوفر عندكم، دجاج أو قعود حسب الرغبة. نحتاج ملعقتين كبار من الطماطم، ملعقة بزار، نص ملعقة من الفلفل الحار، وملح، وبعض من حبات الحلبة. طبعا في ناس هلبة راح تستغرب إضافة الحلبة للبزين، بس إضافة الحلبة تعطي إضافة طيبة لطبيخة البزين. نحتاج طبعا لبطاطا وبصل وزيت. طريقة المرقة بتاعت البزين، أني اليوم مش حنقلي الطبيخة البصل، حندن فورة تفوير. حطيت طنجرة، حطيت فيها مية على النار، خليتها لعند ما تغلي، وضفت لها ربع كوب زيت. بعدين نحط لها البصل، حتى البصل بدون تقريط، حيطلع الطعم متاعها بس بدون تقريط، مش لازم. نضيفوا باقي المكونات، الطماطم والبزار والفلفل والملح وحبات الحلبة. حبات الحلبة ما تكتوش، يعني يدوب 4 أو 5 حبات. نضيفوا اللحم، نحرك الطبيخة كلها ونسكر عليها ونخليها لعند ما اللحم يطيب. في الأثناء هذه احنا نمشوا ونحضروا العجينة بتاعت البزين. وزي ما قلت لكم المقدار هذا تقريبا ل3 أشخاص. أنا أخذت 3 كوبايات دقيق شعير مع ملعقة صغيرة ملح. نبدأ نعجن فيها بالمية بشوي بشوي لعند ما نتحصل على عجينة متماسكة. العجينة ما تكونش رطبة وما تكونش يابسة. طبعا في الأثناء هذه نكون حاطة طنجرة فيها مية، نخليها تغلي على النار. هذه العجينة شبه جاهزة عندنا. تشكل العجينة ل4 قطع، نفتحهم بالتشكيلة هدية وندير لهم فتحة في الوسط. الغرض من الفتحة هدية حتى تسهل تطيب العجينة. طبعا أنا اليوم بنحط البزين في العجانة، مش حنعصده بيدي. أنا عندنا المية غلت، نبدأ نحطه بالقطعة. نحطه كل القطع ونمشي ونشوف الطبيخة. هنا اللحم عندنا شبه طايب، نضيفوا له البطاطا طبعا تقصوها بالطول بالعرض نفس الشيء. نغطيها، وفي آخر مرحلة طبعا نضيفوا لها قرن فلفل، كل واحد على حسب رغبته. بتضيفوه باهي بإمكانكم تستغلوا عليه. هنا عندنا البزين طبعا العجينة نبدو مرة نبدو نحركوا فيه حتى ما يلصقش في قعر الطنجرة. وهنا عندنا البزين شبه طايب، لأن المية لو تلاحظوها تغير اللون متاعها. هنا الطبيخة جاهزة، شفتوها. طبعا نصفي المية، واللي ماهوش مستخدم العجانة بإمكانه يستخدم المغرف ويعصده بالمغرف بالطريقة هذه. هنا طبعا صفيت البزين، حطيته في الصينية بتاعت العجانة، والمية نحتفظ بها. لو البزين لقيتها يابس العجينة، كل مرة نصب لها شوية من المية بتاعت البزين. هذا الراس اللي بنخلط به. في البداية حتحسوا إن العجينة ما تماسكتش مع بعض، بس لما تخلوها فترة وتلف، ولكن بأعلى درجة تكون بتاعت العجانة، حتمسك معانا وتكون العجينة متماسكة بدون أي حبوب فيها. بعدين نحطها في صينية ونبدأ نملس فيه. في ناس هلبة تسأل عليه تشكيلة البزين لما الواحد بشكله لازم من صينية واسعة، لازم. ولما بتشكليه ما تضغطيش بإيدك حتى تتحصلي على الشكل متاع البزين اللي هي الراس الفوقي هذا. شفتوه بكف الإيد، تبدي تلفي بكف الإيد على مهل
على مهل. شفتي؟ هنا عندنا الشكل جاهز. حطوه في الصينية ونحاول نثبته بكف الإيد. شفتوا؟ نضغط عليه يعني من الأجناب بس. شفتوا؟ بالطريقة هذه. هذا عندنا جاهز. نصفي من الدهان بتاع الطبيخة وندهن بيه البازين من فوق. طبعا هذا اتيكيت الأغلب يدير فيه لما يكون في عزومة، بس لو الواحد عادي يعني بإمكانه يصب الطبيخة عادي. يعني عندنا البازين جاهز. طبعا يتقدم مع الدحي اللي هو البيض، في ناس ما تقدمش فيه حسب الرغبة. واني زي ما قلت لكم البازين يختلف من بيت لبيت ومن مدينة لمدينة ومن شخص لشخص، والطريقة هذه بطريقتي أني المبسطة، طريقة مديحة. نتمنى إنكم تجربوه. صحتين وعافية.